خلال الزيارة الروحية التي يقوم بها إلى موريتانيا، التقى الخليفة العام للطريقة التيجانية سيد علي بن العرابي وفودا من أعيان موريتانيا، وفي لقاء يجسد مفهوم الوحدة الإسلامية باختلاف مشارب الطرق الصوفية، أدى الخليفة العام للطريقة القادرية الفاضلية في غرب أفريقيا الشيخ عبد العزيز الشيخ أياه زيارة إلى الخليفة العام للطريقة التيجانية سيد علي بن العرابي. بالمناسبة رحب الشيخ أياه وأثنى على زيارة الخليفة العام للطريقة التيجانية إلى موريتانيا، مؤكدا أنها ستسهم لا محالة في بسط قيم التآخي والتراحم ونبذ الغلو والتعصب في عموم أفريقيا. من جانبه أبرز سيد علي بن العرابي معاني الأخوة والتكامل بين الشعوب لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصا في حفظ النفس. تكلموا عن زيارة الخليفة العام للطريقة التيجانية لموريتانيا، ونثمنها ونرجو أنها تكون مزيد عز ورفعة وتآخٍ بين الشعوب، بين الشعبين الشقيقين، وبين نحن والشعوب الأفارقة كلها، يجمعنا على نبذ العنف والتطرف والاستقامة على المحجة البيضاء. باعتبار أن صحة المواطن تتصدر جميع الأولويات